نحضر مع بعض أطيب دجاج بالفطر. أنا غاسلة صدور الدجاج ونقعتهم بمي وخل لمدة نص ساعة، وهلا رح أقطعهم لمكعبات. بدوب الزبدة أو فيكم تحطوا زيت حسب انتم ما بتحبوا. نزل البصلة والثوم، وهلا بنزل عليهم بمعلقتين طحين ومعلقتين حليب باودر، نخلطهم مع بعض وبس يتشربوا كمية الزبدة بننزل عليهم بالمي الباردة. بعد ما يتقل عندي القوام رح ارفعه على جنب. مقلاية نفسها رح ارجع اضيف مكعب زبدة صغير ما بكتر. ذابت الزبدة بضيف البهارات، رشة قرفة بسيطة ما بكتر لاني حطيت مع الصوص قرفة، رشة كركم، شوية ملح، حطيت سكر بدل الملح. رجعت عدت البهارات مرة ثانية، رح نزلهم على الزبدة. هلا بنزل بالدجاج، وهلا بغطي عليهم وبتركهم تقريبا ربع ساعة، وهلا بضيف الفطر. هلا بعد ما نشف الدجاج والفطر بدي اضيف فوقهم الصوص يلي شلناه على جنب. هلا بقلبهم كم تقليبة مع بعض، وبعدين رح غطي عليهم واتركهم يتغطي عليهم. واذا وصلتوا لهون بالفيديو لا تنسوا تضغطوا على اللايك، واذا ما لكم مشتركين بالقناة اعملوا اخر شي رح ننزل بالجبنة ومنغطي عليها ومنطفي النار ونخلي الجبنة تذوب لحالها. حان وقت التذوق. شوفوا لي هالشطة والمطة ويا سلام. هيك انا بحب اسكبها بصحن لحال، ما بحب اخلطها مع الرز. انتو فيكم تسكبوها جنب الرز بصحن واحد. يا سلام يا سلام، شايفين الجبنة؟ يعني اشتهيتكم معي والله العظيم. وهلا هيك يعني شي عبيلهب لهب. وهلا خلونا ندوق. بسم الله. شوفوا الجبنة. خو دوق دوق ماما دوق. طيبة؟ طيب. وإذا عجبتكم الوصفة لليوم لا تنسوا تدعموني باللايكات والتعليقات. وبس والله نصيحة، تابعوني ما بتستفادوا شي.